عسلامة، نفترض جدلا جاتك فرصة باش تبدل الجنسية التونسية بجنسية أخرى، تبدلها؟ ونفترض جدلا جاتك فرصة باش تخرج من البلاد، تخرج؟ نحن فهموا لجنة في افريل وهذه لوش تفهم. بدات الجغار النظامية في تونس الحرقت كما نعرفوا احنا في السبعينات، وما كانتش مربوطة بالبلدان الأوروبية على عكس ما هو معروف. في أوائل التسعينات بدينا نستعملوا نسيون الحرقة، واللي هي تتمثل في حرق التأشيرات بتجاوز المدة القانونية في البلدان الأوروبية. متقلقين من الآلاف اللي داخلين البلدان كمان، ما نهاو نحدثكم على تاريخكم. قبل كنتوا حالين البيبان مشرعينها بلاش فيزا. بعد ما صدقت إيطاليا على اتفاقية شنغن فرضت الفيزا على كل مواطن تونسي، اللي خلى الحركة تتطور من حرق الفيزا إلى حرق الحدود بين السواحل الإيطالية والسواحل التونسية. وبعد ما قضيتوا حاجتكم سكرتوا اللعب، وقتها ولينا مجرمة. برشا عوامل خلق الظروف ملائمة للهجرة غير النظامية اللي خلاو التوانسة يخموا باش يحرقوا، منها البطالة، الصعوبات الاقتصادية، الظلم الاجتماعي، التنمية الغير متكافئة، وحتى زاد القمع السياسي من قبل نظام بن علي. الله يصح عليك، بدا ببلادنا معبية بالسراق اللي عرونا وغطوكم، ينحوا من الحملة ويحطوا في جيوبكم. على الرغم أنه الثورة التونسية منحت شبابنا أمل أنه يبدأ صفحة جديدة، إلا أنه إمكانية تصور مستقبل أفضل ولات شبه مستحيلة. حسب الإحصائيات الرسمية ومعطيات وزارة الداخلية التونسية، الهجرة غير النظامية وصلت القمة متاعها في سنة 2011 بعد الثورة، أرقام تفوت 27,000 مهاجر. الجماعة اللي خرجت من الحبوسات 2011 يعني عبارة واحد ماشي لإيطاليا تقول هبط الباب عليه، غدوة ماشي لإيطاليا، تمشي للقهوة تلقى ليستات فلان 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 عادي نورمال. السلطات الإيطالية والتونسية شدوا أكثر من 96,000 مهاجر تونسي، هذه جوست أرقام اللي شدوهم، مازالوا فما برشا مازلنا ما سمعنا عليهم حتى شيء ولا نعرفوهم مين. ما لازمناش ننساو زاده اللي الشباب يمثلوا أكبر نسبة سكان في تونس، وبسبب حالة التشاؤم والخوف من المستقبل المجهول ولات الظاهرة منتشرة جغرافيا في بلاد كاملة. قبل الهجرة الغير الشرعية كانت موجودة بكثرة في العاصمة والمناطق الساحلية، أما توا حتى التوانسة اللي في المناطق الداخلية ولاو يشاركوا وبنسبة كبيرة في الظاهرة هذيا. اليوم خديت قرارك وتحب تقعد، خديت قرارك وتحب تخرج، المهم الثنية اللي خرجتك من تونس يجي نهار وترجعك لها. في مقال كتبته مدونة نواة عنوانه الهجرة غير الشرعية وهجرة الأدمغة وجهان لعملة واحدة. المقال يحكي لنا لي هجرة الأدمغة هي وقت اللي الكفاءات العلمية ولا النخبة متاع البلاد تختار باش تخرج. أرقام من 2016 تقول لنا لي أكثر من 10,000 مهندس اختاروا باش يخرجوا، و45% من المسجلين في نقابة الأطباء خرجوا. دونك أغلبية النخبة متاع البلاد هما طب وديزانجينيور، من غير ما ننساو لي جوار ولي زاتليت وبالطبيعة لي زارتيست. الارتيكل يحط النقاط على الحروف ويحكي لنا لي الأسباب اللي تخلي التوانسة يخرجوا من البلاد، كسوا على الطيارة ولا على البحر، هي نفسها. طفلة بيبي، طفلة صغيرة رقدت في تونس، راقدة في تونس، مشت معانا حلت عينيها في إيطاليا، أمها وأبوها مشوا معانا. بعد انتخابات 2014 وانتخابات 2019 كنا نتوقع بشغف كبير اللي البلاد باش تتحسن، لكن ما تبدل شيء. الصبر وفاء والأمل في وسط التوانسة مات. بيروقراطية فاشلة ما زالت قاعدة تسطرنا في مستقبلنا. السبب الرئيسي علاش التوانسة يحبوا يخرجوا من البلاد ماهيش حروب ولا فقر ولا على خاطر ما فماش خدم، بون الاخرانية نجم تكون صحيحة، اما السبب الرئيسي علاش التونسي يحب يخرج من البلاد هو احساسه الداخلي اللي هو قاعد يموت بشوي بشوي. اما لهنا نسالوا رواحنا، اسكو بالرسمي تونس جحيم والدول الغرب جنة؟ برشا في بالهم اللي الخروج من تونس باش يردوا في غمضة عين، ناس ناجحين وفرحانين، اما نساو من على بالهم حاجة اسمها الادابتاسيون، التأقلم، واللي هي قدرتك على انك تنسجم وتلتحم في المحيط الجديد اللي انت فيه، واللي هي ابريتو عملية جسدية وسيكولوجية صعيبة تتطلب برشا جهد. العملية هذه تنجم تهزك لزوز نتائج، يا اما احساس بالانتماء والانسجام، ولا احساس خايب بالوحدة والغربة. الاحساس بالانتماء هي تجربة شخصية وصعيب انه نجم نتحقق منها علميا، لكن في تجربة صارت عام 2017 للمهاجرين اللي هاجروا للدول الغربية اكتشفوا اللي حتى حصولك على الجنسية بتاع البلاد اللي هاجرت لها هذا ما يكفيش إلا أنت تأقلمت وانسجمت مع الدولة الجديدة. هذه بالنسبة للنتيجة الإيجابية اللي تنجم تصير إذا تأقلمت بالطبيعة. أما النتيجة السلبية
واللي هي أنت ما تأقلمتش، باش تهزنا للوحدة والغربة. هي نتيجة اللي تنجم تصير إذا ما نجمناش نتأقلموا. البعد عن العائلة والأصحاب والذكريات اللي عملناهم في البلاد، ومعهم تبديل اللغة والعادات والتقاليد وحتى المناخ ينجموا يأثروا علينا بالخايب. يزيد عنا القلق وتظهر علينا علامات الإحباط والاكتئاب، على خاطرنا بكل بساطة عرضة للاستغلال والتمييز والوحدة.